السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عدنا إلى مرة أخرى. هذا عندنا جمبري متبل حيدخل في الزيت. الآن طريقتنا نحطه في الطحين، وبعدها نحطه بالموية الباردة، بعدين نعود نغطسه في البقسماط. السبب ليش؟ عشان ما يتماسك مع بعض ويكون الجمبري ملزق مع بعض أو مع الزيت. الآن نجي نحطه بالطحين، نغرقه بالطحين بهذه الطريقة. غرقناه الآن بالطحين، نرجع نغطسه بالموية، نحطه بالبقسماط عشان يطلع عندنا مقرمش. هذا هو الآن حطيناه بالطحين، نحطه غطة بسيطة ونحطه بالبقسماط. هذا بالطريقة، شوفوا كيف الطريقة هذه عشان يطلع عندنا مقرمش مع الزيت. دائما نحاول قدر ما نستطيع ندقق في التتبيله وندقق في الشغل عشان يطلع الشغل نظيف وله طعم. طبعا مثل ما البارح تبلناه، حطينا جميع التوابل فيه، اللي هو الليمون، حطينا فيه الفلفل الحار، وحطينا فيه جميع ما الخضار اللي هو زي البقدونس الناشفه، البقدونس الخضراء، وبرضه حطينا فيه اللي هو شرايح من الثوم وخلطناها مع بعض. هذا جالس نتبلها، بعدها نحط بالزيت على طول، نحط بالزيت. خرب الدنيا علينا. ليه يا عمي؟